السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان وبرنامج استوديو الكورة مع الموهوب. حلقة جديدة، الحلقة الثانية لبرنامجنا. إن شاء الله النهاردة هنستعرض كل ماتشات المنتخب المصري من بداية البطولة، بطولة أفريقيا، بطولة مهمة جدا. منتخب مصر بيمثل يعني كورة متميزة لبلدنا. إن شاء الله كلنا ورا منتخبنا باذن الله. معانا ضيف متميز، ضيفنا الجميل كابتن هيثم يعقوب، نجم نادي القناه والاسماعيلي منتخب مصر. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك يا استاذ ايمن، وان شاء الله تبقى حلقه جميله وممتعه للجمهور باذن الله. باذن الله جمهورنا النهارده، وفي ماتش النهارده مهم. احنا هنستعرض كل الماتشات اللي قبل كده، بدايه من ماتش موزمبيق ثم ماتش غانا، وان شاء الله النهارده ماتش الراس الاخضر، ماتش مهم جدا لبناء عليه يبقى ان شاء الله ربنا يكرم منتخب مصر يصعد ويبقى مستوى جيد باذن الله. وجمهورنا النهارده منتظر ماتش مهم الساعه 10. هنبدا بس يعني بدايتنا كده عن البطوله ديت. بدايتها كانت عام 1957. اتنظمت، كان شارك في البطوله دي كل من دوله مصر والسودان واثيوبيا في البطوله دي، وفازت بيها مصر في البطوله الاولى. وبعدها بسنتين حصلت مصر برضو على نفس البطوله على ارضها بقياده النجم الكبير كابتن محمود الجوهري وعصام بهيج. والبطوله دي كانت في شهر مايو، ومصر قررت الفوز على اثيوبيا برباعيه وعلى السودان بهدفين. كانت بطوله متميزه. في عام 1962 استضافت اثيوبيا النهائيات الثالثه في البطوله دي، دوله من دول تونس واوغندا، وشاركت في هذه البطوله. ووصلت اثيوبيا للنهائي امام مصر وتعادلوا 2-2، ودخلت البطوله لاول مره للعب في الوقت الاضافي وحسمتها اثيوبيا 4-2. وفي عام 1970 تاهلت لها غانا امام السودان في البطوله النهائيه، ولكن السودان فازت بالبطوله. بعد كده استضافت الكاميرون البطوله عام 72، ولكن فازت بها الكونغو. هناك سجل طويل من البطولات، وسوف نستعرض العديد من التواريخ البطولات. احنا معانا النهارده ان شاء الله هنتكلم في كل حاجه في الكوره، بس احنا يهمنا منتخبنا مصر. منتخب مصر النهارده في مهمه وطنيه باذن الله، يعني تكمل على خير باذن الله. حاجه بسيطه كده هنبدا بيها. بالنسبه للمجموعات معانا كابتن هيثم، في عندنا 6 مجموعات. المجموعه الاولى كابتن هيثم غينيا الاستوائيه ونيجيريا وكوت ديفوار وغينيا بيساو. المجموعه الثانيه الكاب فيردي ومصر وغانا وموزمبيق، ودي مجموعتها ان شاء الله ربنا يكرمنا من خلالها. المجموعه الثالثه كابتن، ودي مجموعه مهمه جدا وقويه جدا يا كابتن، يعني زي ما احنا بنقول كده السنغال وغينيا والكاميرون وجامبيا مثلا، دي المجموعه الثالثه، وبرده فيها السنغال حامل اللقب واللي فاز بالبطوله لما كسبنا في ضربات الجزاء. كان احنا وصلنا كابتن، فاكر احنا في ضربات الجزاء، وكان يعني ما كانش في نصيب، ولعبنا مع السنغال ماتش في النهائي البطوله اللي فاتت. بس احنا هنتكلم برضو المجموعه الرابعه انجولا وبوركينا فاسو والجزائر وموريتانيا، احنا مع طبعا اكيد الجزائر الشقيق. المجموعه الخامسه مالي وجنوب افريقيا وناميبيا وتونس. المجموعه السادسه المغرب والكونغو والديمقراطيه وزامبيا وتنزانيا. احنا كده بدانا نعرف جمهورنا ان احنا ايه، مجموعات ايه والدنيا ايه، عشان احنا دي الحلقه الثانيه لبرنامج استوديو الكوره مع الموهوب. والموهوب النهارده كابتن هيثم. تقول يا كابتن هيثم، واحنا في بدايه البطوله دي واول ماتش لما جينا لعبنا
مع موزمبيق، واحنا هنستعرض الاهداف دلوقتي. قول ايه لما تعادلنا انا 2-2؟ بس عاوز اشكر المشاهدين على التهنئه بتاعتهم بالبرنامج بتاعنا، وعجبهم تحليلنا على ماتش سيراميكا وهنقونا الحمد لله. الحمد لله. يعني كانت على الارض الواقع كان ليها باع، وناس كتير حست بالمصداقيه بتاعت البرنامج، وكان بيقولوا لي يا استاذ ايمن وانت يا كابتن هيثم عندكم مصداقيه وبتتكلموا زي الشارع. وانا مش عاوز اذكر اسماء، كباتن كبار كلموني وقالوا لي والله ربنا يوفقك وحلقه جميله وبتتكلم كلام جميل وبتتكلم بواقعيه، ويا رب تكمل كده على طول، عشان احنا محتاجين ناس زيك بتعرف تحلل في الكوره وفي نفس الوقت بضمير. هنبدا ماتش مباراه موزمبيق. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هو التشكيل بداية بالتشكيل كان لحد ما كان أقرب للخطأ، ولكن ده وارد. ده وارد عشان تبقى الناس فاهمة. أنا مش بدي فيتوريا حق في كده، لكن أنا بقول إن الغلط وارد، لكن فيتوريا عنده مشكلة، ما عندوش قرارات سريعه، بيقرا الملعب متاخر، تغييراته متاخره، وده اللي تعبنا في ماتش موزمبيق. وما كانش مذاكر كويس فرقه موزمبيق قوتها. يعني كان في استقصاء، يعني المنافس كان معتبرينه ضعيف، في لا مش ضعيف، لا لا مش ضعيف يعني. لا، هو النقطه في ايه؟ انت لما بتيجي تخش مباراه لازم تشوف الخصم اللي قصادك او الفرقه اللي انت هتلعبها قوتها فين وضعفها فين، عشان تستغل ضعفها وتوقف قوتها. ده الطبيعي لاي مدرب يقرا الايه. ما عادش في فريق صغير وفريق كبير، كلها بقت فرق مهمه جدا. دليل كلامي ان فيتوريا لما ادار المباراه الافريقان دائما عندهم سرعات وعندهم لياقه بدنيه وقوه عاليه، دايما تسبق شمال افريقيا، اذا كان الجزائر، اذا كان المغرب، اذا كان تونس، اذا كان مصر. فلازم يكون بطريقه لعب معينه باسلوب معين، بحيث ان انت تحافظ على اخر دقيقه، ان انت تعرف تبقى ند بند معاهم. ما تخليك اللي غلط فيه فيتوريا ان هو راح للعب موزمبيق ودخل معاهم في الجيم بطريقتهم هم، مش بطريقتنا احنا، فاهلك. انا اخدت بالي. بص، انا يا استاذ ايمن لما باجي اتفرج على مباراه بشوف الملعب كله، الاثنين الديفندر واقفين ازاي والبوزيشن بتاعهم فين، وهم بيقضوا البوزيشن صح ولا غلط. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، انني كان بيأديش دوره، ده بيأدي 10 ادوار. يعني لو انت تلاحظ في ماتش، عيد ماتش موزمبيق تاني، احنا هنشوف اللي معانا هو كابتن على الهواء كده بدايه. معايا كابتن كده، معاك يا استاذ زي ما احنا شايفين دي ده مصطفى محمد. تمام. شوف مصطفى محمد ده على فكره الهدف ده مش فرصه، لا انا عاوز الاولانيه. هنرجع كده خالص من البدايه. دي الكوره اللي رفعها محمد صلاح. تمام. دي هجمه ضايعه من تريزيجيه. تمام. معانا اللقاء كله. تمام كده. هو بدايه المباراه كان منتخب مصر كان كويس، بس يعني انا شايف برضه الكره خطر كانت علينا اهو، كبقى الشناوي يطلعها. هما برضه بداوا يعني ايه، يعني الكره دي يا كابتن، يعني الكره دي خش فيها سهله. احنا عندنا اخطاء في العمق الدفاعي. نرجع كده نجيب الاول خالص. تمام يا كابتن، احنا كده من البدايه اهو. تمام كده من البدايه. هنجيب احنا الهدف الاول، يعني انت كسبان اهو، هتكسب 1-0. طب احنا النقطه بقى ان برضه معانا. بص يا كابتن كده اهو، انت ده كده بتتكلم، ده الايه الهدف الاول يا كابتن. شايفين بقى مصطفى محمد، ده مصطفى محمد. اقف عندها بقى مصطفى محمد دي، عشان دي ليها جزئيه لازم اتكلم عنها. مصطفى محمد عمل راس زي راس الحربه ما بيقول الكتاب. دي مش فرصه، هو خلاها بذكائه
في في ميل نص متر ان يلف ظهره ويحطها في الزاويه البعيده ومركز، خلاها من كوره لا شيء بقت هجمه خطره وهدف. مش هو خلاها هدف بطريقته باللف والدوران بتاعه ان هو ما شاء الله عليه لعيب متميز يا كابتن. احنا هنكمل كده جدا. وحتى يعني بص هما بداوا ايه كده، انت ده الهدف بتاعهم، انت تقول ايه على الهدف يا كابتن؟ يعني انا شايف الدفاع، لا كان في مشكله في الدفاع يا كابتن. كان في مشكله في الدفاع، يعني احنا عبد المنعم وحجازي ده بص الهدف ليهم يا كابتن، ده الهدف الثاني بقوا 2-1. يعني انا مش شايف لا ده مش عشان انت يعني انا بص هنبص على الهجمه كده يا كابتن وتقول لنا رايك فيها. بص يا كابتن، زي ما حضرتك شفت كده هو مصطفى محمد استغل نص فرصه خلاها فرصه كامله وهدف. تمام. بتمركزه بذكائه كراس حربه، الراس حربه ده واخد البوزيشن كويس والموقع كويس انه يحرز الهدف، وهو بيوقفها هو عارف هيعمل ايه ولف بيها وحطها في الزاويه البعيده. مصطفى محمد كان في ماتش كان متالق جدا، كان نجم الماتش، كان نجم الماتش، يعني الناس كلها وكل الجمهور متابعاه ما شاء الله عليه، وكان فايق. طب ايه نقط الضعف اللي كانت في ماتش موزمبيق؟ الحته اللي خلتنا برضو ان احنا نرجع لورا شويه بعد ما احرزنا الهدف، احساسنا المبكر ان احنا هنكسب موزمبيق وبنتيجه كبيره. ده الاحساس ده دخل جوانا، انا كلاعب كوره بشوف الكلام دوت، يعني احساسهم بالملعب ان احنا الماتش في المباراه في ملعبنا، ده احساس خاطئ، وكان المفروض من فيتوريا ان يفوقهم في الوقت ده دور المدرب، ده دور المدرب اللي احنا بنقول عليه. طيب عندنا جزئيه ثانيه غلط فيها فيتوريا، تغيير محمد هاني والنني ما كانوش في المود بتاعهم، ما كانش في الفورمه بتاعتهم اليوم دوت. انا كنت اتمنى ان عمر كمال كان ينزل بدري عن كده، لان هو نزل عمر كمال في الدقيقه 66 ما لحقش يعني، ونزل مرموشي مكان تريزيجيه. تمام. وتريزيجيه ما كانش موافق في الماتش ده، بس تريزيجيه لعيب كبير، ونزل امام عاشور في الدقيقه 78. اما بدا ونزل زيزو بدل كوكا. طيب وساب محمد صلاح في الملعب. محمد صلاح كان، وانا بعتبر ده عادي جدا وحمله عليه زياده عن اللزوم، هو ما كانش في المود، لان الاجواء بتاعه اوروبا غير اجواء افريقيا في الجو والطقس والاكسجين وتغيير الجو ده، عقبال ما ياخد على الجو دوت ويعيد نشاطه محتاج وقت، لان محمد صلاح على فكره الحته اللي الناس مش واخده بالها منها كلهم ان محمد صلاح كان مصاب من موزمبيق، يعني احنا مش من غانا. تمام. محمد صلاح يعني كان عنده بوادر اصابه، كان عنده الله يفتح عليك، كان عنده بوادر اصابه، والناس محملين هو يعتبر كابتن منتخب. انا بقى كفيتوريا مش عيب، مش عيب ان انا شايف ان محمد صلاح النهارده مش في المود. وبعدين بقى في حاجه اسمها نفسيه اللعيب، نفسيه اللعيب دي مهمه جدا يا استاذ ايمن. بمعنى ايه؟ ان انت بتشوف عين اللعيب ده في علم النفس. تمام. ان النهارده بص على عين محمد صلاح في ماتش موزمبيق، هتحس ان هو كان مضغوط وعينه حمراء ومرهق وخارج المباراه. يعني في المباراه لما بتيجي تخش فيها 5 دقايق الاولانيين 10 دقايق بتخش في مود الايه؟ تمام. المباراه. محمد صلاح ما دخلش مود المباراه. انا كفيتوريا اعمل ايه؟ اسحبه واجيب اسحبه اجيب مين؟ اجيب مصطفى فتحي. تمام. ما نزلوش ايه؟ زيزو يا كابتن على الخط وما شاء الله. يعني احنا شايفين حتى هو لاعب محمد صلاح، يعني انا محمد صلاح اللي جاب ضربه جزاء، يعني انا استعرض بس قولي على الهدف يا كابتن. يعني شايف الكوره دي يا كابتن، يعني حجازي برضه لسه جاي والفورمه مش قوي يا كابتن. عبد المنعم برضه ناس انتقدته كتير يا كابتن، قال لك تقول ايه يا كابتن اهو احنا
بتتكلم بقوا 2-1. انت يعني الماتش لو محمد صلاح اللي احنا بنحكي عليه وفيه انتقادات حاليا جاب ضربه جزاء في اخر 95. بص، هو الجزئيه دي مدرستين يا استاذ ايمن. في الكاتشانا في كوتش يقول لك ايه؟ يقول لك لا انا اخلي محمد صلاح حتى لو مش كويس واخد 2. تمام. ايوه تمام. محمد صلاح في الملعب في اي وقت يحط له جول. تمام. محمد صلاح ممكن يعمل ضربه جزاء. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه وده اللي انا مع الجزئيه الاولانيه لو هو جيد، لكن محمد صلاح ما كانش في المباراه في موزمبيق، كان مختفي لان عنده هو مرهق، كان مرهق. تمام. وما كانش في المود. انا كمدرب ومعنى عشان هو ليفربول ونجم وما انا جايبه على جنب اقول له يا صلاح انت النهارده مش في يومك، هنزل فلان الفلاني ايه مكانك جاهز برضه وجاهز وهو المنتخب علشان انت ايه النهارده مش اليوم بتاعك. اتفاوض معاه في الايه؟ المنتخب يا كابتن كله نجوم. اصل انت يعني كل الناس برضه بتلعب يقول لك محمد صلاح هو لا، محمد صلاح جزء من الفريق مش هو كل الفريق يا جماعه. يا جماعه هو نجم في العالم، بس انا لازم الفريق دي كوره جماعيه يا كابتن. انا احب ادي كل حاجه حقها يا استاذ ايمن. في الحته دي يا كابتن ايمن لا، انا ما كنت مع تغيير محمد صلاح ولازم اكون مدرب جريء مصطفى فتحي مكانه. ما شاء الله. وفي نقطه، زيزو كان قليل في ماتش موزمبيق. زيزو كان ما كان مستواه مش قد كده، لكن ده كان متاثر ببعض اللعيبه اللي هم يا جماعه الكوره انت لما تبقى مستوى كم واحد في الفرقه، النني قاعد يجري رجع في اليمين ورجع في الخلف ده كان بيروح في العمق الهجومي، ومره جاي فجاي على الثلث ساعه كان اهلك النني. كان المفروض ده النني في الوقت ده كان يخرج عشان ابدا انشط ايه يعني كان النني برضه مش مستوى. كنت نزلت مكانه مروان عطيه ونزلت امام عاشور. ليه؟ اتنين شباب وعندهم القوه البدنيه بتاعتهم لسه عاليه، يعرف يجاروا مع موزمبيق. تمام يا كابتن، كده احنا خلصنا ماتش موزمبيق. هنطلع فاصل سريع ونرجع تاني وماتش غانا ومنتخب مصر. وفي الختام كنا معكم بتحليل ماتش منتخب موزمبيق، الماتش الاول لمنتخب مصر مع موزمبيق، والحلقه الثانيه لبرنامجنا برنامج استوديو الكوره مع الموهوب. نقول لجمهورنا يا كابتن انتظرونا بقى، والماتش غانا الماتش القادم، وماتشات افريقيا الماتش الثالث مع الراس الاخضر، وان شاء الله منتخبنا يوصل يا كابتن ويكمل في البطوله وياخد البطوله باذن الله. كلنا ورا منتخبنا يا كابتن. وفي الختام كنت سعيد معاك يا كابتن. وانا والله سعيد، وكانت حلقه جميله وان شاء الله نشرح في الحلقات بالتفاصيل اكتر. اكيد ان شاء الله باذن الله. اكيد يا كابتن. شكرا. وكنت معكم بالاعداد والتقديم الاعلامي ايمن عبد العظيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.